ولكنك مثلك مثل الملاحدة تماما. أنا لا أقول أنت ملحد، ولكن أقول الأفكار التي تروج لها هي أفكار الملاحدة. ترجم لهم حديث أن الرسول خاد أمنا عائشة عندها 6 سنين. هذاك اللي زروت الحديد اللي ربق عجل الحديد حطو تم، ماذا كان يظن في عقله، شنو عنده في مخه الله أعلم، ما عرفش شنو عنده. اخرين نركبوا عليه علاش؟ لان الصحابه مقدسين، يعني اللي قالوها كاينه ما عندكش الحق تسول. وهذيك المصائب اللي ما حققناش فيها يعني ما حققناش فيها هي اللي ترجمت الان. هي دابا هي الرسوم المتحركه هي احراق المصحف. علاش ما يحرقوش المصحف؟ يحرقوا المصحف علاش؟ أيضا يقول الكيوب مان أو الرجل المكعب كما سماه الجنبوري، يقول بأن كيف تترجمون للأجانب، للأمريكي، للفرنسي، للألماني، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي بنت 6 سنوات. أولا النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عائشة وهي بنت 6 سنوات، ولكنها وهي بنت 9 سنوات، أي كانت امرأة بالغة البلوغ الجسدي. لم يتزوجها لإرضاء أو إشباع رغبات مكبوتة لديه، ولكن تزوجها من أجل مصلحة دينية اجتماعية، لأنه كان يحتاج فتاة في مقتبل العمر، يعني عند العقل منفتح، قادرة باستطاعتها أن تحفظ كم هائل وكبير من الأحاديث المنزلية، السنة البيتية لتنقلها إلى الأجيال القادمة. لأن امرأة أخرى كبيرة في السن لا تستطيع أن تحفظ مثلا ذلك الكم التي حفظته عائشة رضي الله عنها. فالحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. فهو لم يتزوجها من أجل الجماع أو الجنس، ولكنه تزوجها لمصلحة دينية شرعية. أيضا تزوج سودة وهي بنت 86 سنة من أجل يعني مصلحة اجتماعية، ويعني أكرم المرأة وبين للصحابة والمجتمع الإسلامي أنه يجب عليه أن لا يسمح في العجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم المسلمين، يعلم الصحابة كيف أنهم يجب عليهم أن يكرموا المرأة المسنة، أن يتزوجوا بالعجوز، بأن ليس هناك فرق بين كبير وصغير، متقدم في العمر أو مبتدئ، ليس هناك فرق، بل أكرم المرأة يعني. فزواج عائشة رضي الله عنها كان من هذا الباب لمصالح دينية شرعية اجتماعية، وليس لمصالح شخصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو الحاكم المطلق للأرض آنذاك، وكان باستطاعته أن يحصل على ما يشاء من النساء، ولكن دخل عليه عمر رضي الله عنه إلى غرفته فوجده جالسا على الأرض، فبكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا عمر؟ قال له عمر رضي الله عنه: أنت ترى يعني ملوك الفرس والروم يلبسون الحرير ويجلسون على عروش وكراسي مصنوعة من الذهب والفضة ومرصعة بالماس، ويطوفون عليهم الخدم بالأطباق وبكل شيء، وأنت خير البشر وخير الخلق تجلس على الأرض. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، تبسم وقال له: دعهم، تلك جنتهم، لا نريدها، نحن نريد جنة الآخرة. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، بالرغم من أنه كان هو الحاكم المطلق للأرض، كان يجلس على الأرض ويأكل مما كان يأكل منه أصحابه، ويلبس مما يلبس منه أصحابه، وليس هناك فرق بينه وبينهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في هذه الدنيا يعيش من أجل تحقيق رغبات لديه شخصية. إذن زواجه سواء بعائشة أو بأكثر من 4 فكان لمصالح دينية اجتماعية، ولم تكن لمصالح شخصية أبدا. وهذا ما لا تعيه، وهذا ما لا تعرفه، وهذا ما تجهله، وأنت جاهل متخلف، ويجب عليك أن تعيد القراءة وأن تدرس من جديد وأن تتعلم من جديد. ومن اللي ترجم المصيبة الكحلة، المصيبة الحمراء، هي لقينا ملك اليمين مترجمينه ليهم، وتصوروا ألماني ترجم ليه ملك اليمين. تصوروا واحد من كاليفورنيا، من سان فرانسيسكو، من لوس أنجلوس، ترجم ليه ملك اليمين. والله لا ملك اليمين لقينا مترجمين ليه وعارفينه وحافظينه.
ملك اليمين، فملك اليمين هي يعني واحد الخطة دقيقة نهجها الإسلام، هي حكمة إلهية رباني، حررت العبيد، عتقت العبيد، عتقت الجواري. لولا الإسلام كانت العبودية دائما في الأرض، فعندما أتى الإسلام انتهت العبودية، لم تبقى هناك عبودية. وهذا أكبر دليل على أن الإسلام حارب الرق وحارب استعباد البشر. متى لم يكن الرق في الأرض؟ حتى جاء الإسلام وقضى على هذه الظاهرة بصفة نهائية. ولكنك مثلك مثل الملاحدة تماما. أنا لا أقول أنت ملحد، ولكن أقول الأفكار التي تروج لها هي أفكار الملاحدة، بحيث أنهم يتهمون الإسلام بأنه كان يستعبد البشر، بأنه كان يتخذ من البشر عبيد وجواري. ولكن الإسلام كان يأخذ العبيد والجواري أثناء الحروب في المعارك. المسلمين يضعون المال والذهب، الصليبيين يضعون الجواري والعبيد. كان يأتي بالجواري والعبيد ثم يعتقهم ويخلصهم ويمنحهم الحرية، حتى قضى على الرق والعبودية بصفة نهائية. إذا لماذا يجب علينا أن نترجم لهم ملك اليمين؟ وملك اليمين موجودة في كتبهم، في الأناجيل الأربعة، في متى ولوقا ويوحنا ويهوذا، جميع الأناجيل تجد فيهم بأن إله النصارى يأمر هؤلاء الصليبيين بإبادة ما دون المسيحيين، بقتل الأطفال وشق بطون الرضع، شق بطون الحوامل، وقتل ما فيها من أجنة، ثم قتل الدواب والبهائم وحرق الأشجار واستعباد ما بقي من الناس والبشر. هذا موجود في أناجيلهم، موجود في توراتهم، موجود أيضا في الزبور. فكل الكتب التي بين أيديهم الآن تأمر بسفك الدماء والقتل والاعتداء على الغير واستعباد الغير. فهم من يجب عليهم أن يشرحوا لنا ويفسروا لنا كيف يمكن أن تكون كتبهم مرسلة من الإله. هل تظن أننا جاهلين لا نعرف شيئا عن الأديان الأخرى؟ فنحن قد قمنا بمناظرات عديدة مع الملاحدة ومع النصارى، وكان الملاحدة يتضامنون مع النصارى من أجل الانتصار على الإسلام، كما تتضامن أنت الآن مع عصيد ومع مجموعات أخرى لكي تنتصر على الإسلام. ولن تنتصر عنه لا أنت ولا الملايير منك بإذن الله. إن شاء الله دين الله سبحانه وتعالى سينتصر، الحق سينتصر، ولا زال منتصرا، ولا زال الإسلام منتشرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لن يتركن الله بيت وبر ولا مضر إلا وأدخله هذا الدين.